السلام عليكم. هعمل معاكم النهارده عصير المانجا، وهقولك على السر بتاع المانجا بتاعت المحلات. لما بتيجي تشربيها بتحس ان هي تقيله قوي، يعني غير اللي احنا بنعملها في البيت بتبقى خفيفه عن اللي انت بتشربيها في المحلات. السر حاجه بسيطه قوي وتعتبر مفيده، يعني السر طبعا في البطاطا، بيزودوا البطاطا هم بقى كشغل محلات عشان طبعا ايه زيادة كمية العصير عندهم، بس احنا ناخدها بقى بطريقة تانية. يعني البطاطا ليها فوائد، يعني مش مضرة. فانا هقولك دلوقتي دي البطاطا هي دلوقتي في السوق، بس دي انا كنت مفرزاها، بس شلت القشرة من عليها والبذرة بتاعتها وعملتها بس بالسكينة، ما يعني هي دي كده بالشكل ده. وبطاطا دي بقى الحجم اللي انت عايزاه واللي انت بتفضليه. وهنا السكر ده حسب اختيارك انت، انا ده نص مج زي ما انت ما شايفه سكر. هضرب كل ده في الخلاط وهوريهولك. ده كده الشكل النهائي بتاع عصير المانجا اللي هو زي بتاع المحلات. طبعا انت عاملاه في بيتك وضمناه نظافته. بصي الكميه طلعت قد ايه. انا كنت مفرزه منجتين، يعني عارفه متوسطين، يعني مش كتير، بس عايزه اقولك طعمه خرافه. يعني اولا انت كده بتدخلي البطاطا عارفه بطريق غير مباشر بفايدتها لولادك، ومش هيحسوا بطعم البطاطا خالص فيه، بل بالعكس العصير طعمه تحفه تحفه تحفه. اتمنى ان انتوا تجربوه بالطريقه دي وصدقوني هيعجبكم. وده الشكل النهائي بتاع العصير المانجا. ومتشكره قوي ليكم ولدعمكم لقناتي الكتير، وشكرا، ميرسي قوي ليكم.